بما اني بقى بحب الشتا وبحب شكل السنو فليكس، عملت لكم منها 3 اشكال احلى من بعض، وكلهم من الفوم بس. ممكن نعلقهم كده زي ما هما، او ممكن نعمل من اي شكل اكتر من واحدة ونعلقهم في اي حبل او شريط او فرع ليد، وهتبقى زينة حلوة قوي. تعالوا يلا نشوف هنعملهم ازاي. للشكل الاول هنحتاج 16 شريط كده من الفوم، وهمسك طرفين الشريط وهلفه بالشكل ده، بحيث يكون الجزء ده صغير والطرفين مفتوحين فتحة واسعة بالشكل ده. هثبتهم من النص بالشمع، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، وبعدين هبدأ أثبت 8 منهم جنب بعض كده بالشمع. هحط نقطة كده على كل واحدة وأثبتهم جنب بعض بالشكل ده. وطبعا زي ما دايما بنصحكم نحط نقطة شمع صغيرة عشان الشكل النهائي يكون حلو ومفيش أي شمع زيادة يطلع بره. لما أخلص خالص بقى هبدأ أثبت الأطراف دي مع بعض كده، كل 2 جنب بعض هثبتهم بنقطة شمع، وفي الآخر لو في أي فوم زيادة في الأطراف هقصه. هعمل بقى من نفس الشكل ده واحد كمان وهثبتهم في ظهر بعض بالشكل ده. هستخدم بقى الشريط ده عشان لو حبيت اعلقها منه، وبنفس الطريقة نقطة شمع كده وهنثبت من الأطراف. حطيت هنا الشريط كده وهكمل باقي الأطراف بنفس الطريقة. هو بس كده خلصت، شكلها بجد تحفة أوي. تعالوا بقى ندخل على الشكل التاني. في الفكرة دي أنا استخدمت 10 قطع من الفوم، ومن الظهر كده رسمت خط عند نص سنتي. هبدأ أقص من البداية كده لحد الخط ده بطول القطعة كلها، وأحاول أقص خطوط رفيعة. هخلص القطعة كلها بنفس الطريقة، وبعدين هستخدم 8 أسياخ شيش طاووق طولهم 6 سنتي. هحط نقطة شمع كده من فوق وأثبت عليها قطعة فوم، بس تكون بشكل مايل كده شوية، وبعدين هبدأ ألفها على السيخ كله بالشكل ده، ومن الآخر هثبتها بنقطة شمع. وهعمل حسابي بس إن يكون في جزء صغير باين من العصاية كده من تحت عشان لما أجي أثبتهم مع بعض. هعمل 8 قطع من ال10 بنفس الطريقة، أما آخر 2 هلفهم رول بالشكل ده وهفتحها من النص كده وهضغط عليها عشان تفضل مفتوحة. دلوقتي هثبت كل 2 قدام بعض كده من الجزء اللي باين من العصاية، وبعدين هثبتهم على بعض على شكل علامة زائد. هعمل ال4 التانيين بنفس الطريقة وهثبتهم فوق بعض بشكل مايل كده عشان تبقى شكل النجم، وفي النص كده من الناحيتين هلزق القطعتين الباقيين. وبس كده شكلها يجنن، وكمان لو حطينا عليها شوية جليتر أزرق هتبقى تحفة بجد. أما بقى الفكرة القمر دي هنحتاج 6 مربعات من الفوم، وهحدد كده خط في النص بطرف أي حاجة حادة عشان أقدر أطبق الشكل نصين. ومن الجنب ده بقى هعمل نقطة كده عند كل نص سنتي. هقص بقى من عند كل نقطة كده لحد قبل الآخر بشوية عشان ما تتقطعش. هفتحها بقى لما أخلص وهبدأ من تحت كده أثبت أول 2 مع بعض بنقطة شمع صغيرة قوي، وبعدين هسيب ال2 اللي بعدهم وهبدأ اخد ال2 اللي فوقيهم واثبتهم مع بعض، وهكمل بنفس الطريقة كده لحد فوق. هاخد 2 واسيب 2، ولما اخلص خالص بقى هقلب الشكل الناحية التانية، وهبدأ اثبت كل اللي انا سبتهم من الظهر. هثبتهم كده مع بعض بنفس الطريقة، كل 2 قدام بعض بنقطة شمع. هكمل لحد فوق وهعمل نفس الخطوات في ال5 مربعات التانيين، وبعدين هثبت بقى كل 3 مع بعض من تحت كده، وهيكون في من تحت كده جزء مدبب هقصه من المجموعتين عشان اقدر اثبتهم مع بعض. دخلت بس الشريط ده من اي فتحة من فوق كده عشان لو حبيت اعلقها، وبس كده. بجد دي بقى حبيت شكلها ولونها جدا. انتوا بقى عايزاكوا تقولولي في الكومنتس ايه اكتر شكل عجبكم.